يا مساء الهنا، يا مساء الحب والسعادة والسرور، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. نورتوني في قناتي دوق ودوقني يا عم، دوق ودوقني بقى يا عم بقى. ايه ده؟ انا هنفضل نتحايل عليه كتير. بصوا يا جماعة، طبعا انا عاملة ريفيو زي ما انتوا عارفين بقاله يعني كذا حلقة عن البسكوت في مصر. تمام، فانا جايبة النهاردة حلقة عن البسكوت السادة في مصر، السادة بس. جبت جميع انواع البسكوت اللي قابلتني سادة، معرفش بقى في حاجة تانية ولا لا. يعني جبت ادي صنف 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صنف. تمام، 13 صنف ده يا جماعة هنعمله بيهم جزئين ان شاء الله. فده الجزء الاول معانا، ده اول جزء هينزل. طبعا زي ما انتوا عارفين 13 صنف بسكوت ساده، يعني ما عندكمش حجه بقى يا جماعه. يعني انتوا ممكن تاكلوا بقى بسكوت ساده زي ما انتوا عايزين. تمام، هو اكيد في انواع تانية بس ما اعرفش، هو ده اللي انا قابلني في السوق يعني بجميع انواعه، من الاول الرخيص خالص لغايه اغلى حاجه لقيتها. يلا بينا نجرب ونشوف وندوق مع بعض ونقول. تمام. انا مش عايزه اطول عليكم. طبعا البسكوت الساده ده بيتحط طبعا، يعني مثلا ساعات في اهالي كتير قوي تصحى الصبح يلا يا ابني خد لك 3 جنيه روح هات لك بسكوت تفطر بيه، بيعملوا كده. ساعات احنا كبار والله ساعات يعني ماليش نفس الاكل، بجيب باكل بسكوت ساده بسقيه في كوبايه شاي في الشغل في البيت في اي حاجه. المغربيه كده ساعه العصاري. تمام، باكل شاي كده جنب كوبايه شاي ساده بقى، كوبايه شاي بلبن جنب فنجان قهوه الصبح. المهم يعني كل واحد بيحب البسكوت على حسب ما هو ايه بيحب ياخده امتى. ممكن في ناس ما بتاكلوش خالص يعني عادي يعني. لان هو في ناس تقول لك ايه، لا البسكوت الساده بيتعب لي معدتي، لا اصلك مش عارف ايه دي معجنات على الفاضي، حاجات زي كده. طبعا عندنا الاطفال الصغيرين بنجيب لهم الشاي وبنفتت فيه البسكوت كده وبنأكله لهم البسكوت الساده ده. او بنحطه لهم في زبادي. ساعات بنجيب البسكوت الساده ونضربه في الزبادي كده هو بالمعلقه لغايه لما بيدوب، ونقعد ناكله للاطفال الصغيره. الصغيره اللي هي السنتين والتلاته ده. تمام، فيلا بينا نشوف احنا معانا ايه النهارده مع بعض، وايه الحلو وايه اللي سعره حلو وايه اللي غالي وكده يعني. يلا بينا نشوف. طبعا جبنا كوبايه الشاي بتاعتنا اهيت، طبعا لازم ندوق بيها. تمام، طبعا معلقتنا كده، دي المعلقه دي لزوم ايه الغطسان، يعني البسكوته اللي هتغطس مننا ومش هتطلع هنطلعها غصب عنها بالمعلقه. تمام، يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجه يا جماعه معايا هنا بسكوت لوكس، المسكه صح ولا غلط؟ بسكوت غلط. بسكوت لوكس اهو بجنيه ونص. 8 قطع بس، هما قطع صغيره مش قطع كبيره. تمام، طبعا زي ما انتوا عارفين بسكوت لوكس جه عليه فتره كان بسكوت حلو قوي وكنا بنحطه في الشاي كده بيدوب. بعد كده جت عليه فتره ما بيدوبش خالص، فكان صعب قوي في اكله، فكنت بصراحه يعني انا واحده من الناس ما كنتش بجيبه. لكن انا عايزه دلوقتي اجرب بعد التغيير بالشكل بالمنتجات الكتير اللي نزلتها بسكوت لوكس. تمام اهو، اي يلا اتكسرت. طب ناخد واحده سليمه، مش هزعلكم واجيب لكم واحده سليمه اهي، شايفين كده؟ تمام، يلا بينا نغطس كده في الشاي ونقول. تمام، طبعا هتبوش ولا مش هتبوش؟ ثانيتين كده ونطلع. تمام، طب ندوق بقى. امم عايزه اقول لكم بقى حلو قوي وبقى بيدوب يعني في الشاي بعكس الفتره الاخرانيه. لا بقى حلو، لا حلو قوي وسعر حلو قوي، يعني 8 قطع من دول او سيبكم من 8 قطع، يعني كميه البسكوت دي بجنيه ونص. دي حلوه قوي يعني. طيب معانا ايه تاني؟ طعمه حلو يا جماعه. عايزه اقول لكم ان كمان بسكوت اللوكس فيه نسبه برتقان، يعني فيه طعم برتقان، مش برتقان يعني فيه فليفر كده للبرتقان. طعمه حلو قوي. طيب معانا هنا الاهلاوي، ده بكام؟ ب2 جنيه اهو الاهلاوي. طبعا كلنا عارفين الاهلاوي. هو مش مكتوب كام قطعه، ضحكوا علينا وضحكوا علينا ومش كاتبين كام قطعه، ولا كاتبين حتى جرامات، يعني هي ايه الحبه اللي هم عطوهم لنا يعني. طيب ندوق الاهلاوي ونشوف كده. الاهلاوي طبعا من زمان قوي شركه. بحب ريحه الاهلاوي وطعمه قوي، زي ما انتم شايفين كده مكتوب عليه اهلاوي، لو باين مش عارفه باين ولا لا. طيب طبعا البسكوت الاهلاوي
انا طول عمري بجيبه بيتحط في الشاي بيطلع من غير البسكوته، يعني من نعوميته. تمام، فاحنا هنحطوه كده وهنشيلوه مره واحده علشان ايه الموضوع ما يخربش مننا. تمام كده، اهو اهو. يلا شيل البسكوته، هي كده خلاص بقت دابت. بسكوت البهلاوي انا بحبه قوي، جميل جدا جدا جدا. انا برشحه يعني للاطفال كمان الصغيره، ان طعمه لذيذ قوي وطري وناعم كده، بيدوب ذوبان، يعني انا ما بحسش بيه، بس اطفي شاي باكله على طول. عايزه اقول لكم اصلا الشاي كمان مش سخن قوي، يعني بحيث ان هو يبوش البسكوت. تمام. طيب معانا ايه تاني؟ البسكوت طبعا المعروف الغني عن التعريف، بسكوت الميري. فاكرين زمان يا جماعه ميري كان عباره عن دايره كده اسطوانيه كده، هو ده شيء مغيرينه ومصغرين الحجم، وطبعا عشان ايه الاسعار وكده. ده ب2 جنيه. طب كام قطعه؟ برضو مش مكتوب. طيب ميري يا جماعه من انتاج شركه اولكر، يعني شركه اولكر هي اللي منزله ميري. تمام. طيب نشوف ميري. طبعا احنا معانا ميري تاني بس يعني كبير، حجم كبير، بس احنا هنيجي لوقته. تمام. ده ان شاء الله هيبقى معانا في الجزء التاني. ده كده ميري. طيب اهو تسخنونا خالص، ايجي شبه الزرار. طب مش شبه الزرار. تمام. يلا بينا. طب كريحه مش بطاله، هنسقطها كده في الشاي. اظن في ناس كتير نفسها تعمل الحركه دي. ما انا هعمل بس بعد الظهر. مش عارفه ايه طلعي في البخت ولا ايه، مش فاهمه. احنا لسه الصبح دلوقتي يعني. لسه شويه. طيب شوية ماشي. لسه ما صحيتش من النوم. بصوا يا جماعه، في ناس حدقان سنه، عكس البسكوت الميري بتاع زمان اللي هو كنتوا تحطوه تحسوا ان هو بيبشن كده في قلب الميه، بيبقى عامل زي سفنج كده، بيبيعوا ميه في قلب الشاي، بيشرب كده الشاي منك. لا، بقى ناشف شويه. تحس ان هو ناعم زي الاهلاوي بس انشف شويه من الاهلاوي. في نسبه حدقان، حادق شويه. طيب ندوق الأولكر. الأولكر في منه نوعين، في الأولكر العادي بتاع بسكوت الشاي، وفي أولكر الفينجر. تمام. ما تلخبطونيش، طبقنا في طبقكم هنتلخبط احنا كده. الأولكر تمام اهو. ده بقى أولكر بسكوت الشاي العادي. ده بكام؟ ده ب2 جنيه. ده من نوعية ميري بتاع زمان اللي هو بيتحط بيشرب الشاي كله، ده تحس ان هو ايه بيلوز كده في قلب الكوباية. طب نجرب ده. هما ليه مصعبين فتح البسكوت كده، مش فاهمه. ده منظره يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين كده. ندوق ثانيتين كده ونطلعوه. ده ما انت بصالي كده. طب انتي قطمه وانا قطمه. لا ما ينفعش حد ياكل مطرح حد. طب انتي بسكوته وانا بسكوته. لا انا فتحت الكيس، ما ينفعش حد يفتحه غيري. بص بقى، هو بص عمال تبصلي مش عارفه اتكلم منها. هو طبعا عايزه اقول لكم ان هو ناعم قوي، بس مش ناعم ان هو ناعم، لا يعني بيتحط في الشاي بيبوظ على طول، بس من نوعيه البسكوتات المسخه، مش ان هو اللي معسول قوي ان انا باكل بسكوت اجزع منه. لا يعني انا ممكن اكل لي باكوين 3 من ده مش هجزع خالص. بصوا ادي البسكوته، طلعها كده باشا خلاص. حلو قوي وسعره حلو قوي، 2 جنيه مش غالي، حلو. تمام. طيب الفنجر بقى، الفنجر انا عارفاه كويس قوي. ناعم. يعني من النوع اللي بيبوش، مش اللي بيشرب الشاي، من النوع اللي بيدوب في الشاي. تمام. انا لسه هوريه لكم. ده يا جماعه برده ب2 جنيه الفنجر. بس معسول بقى، يعني الفنجر فيه عسوله شويه عن الاولكر اللي هو بسكوت الشاي. تمام. نفتح ده كده. ايه ده يا جماعه؟ انتوا ليه بتعذبوا الناس كده؟ انتوا ليه بتعذبوا الناس؟ اهو مكتوب عليه حتى اولكر.
مش عارفه هيبقى باين او انا عايزه اوريه لكم اهو، شايفينه؟ يا رب الفوكس بتاع الكاميرا يجيبه. طيب نجرب كده ونحطه في الشاي اهو. دايب دايب وليه طعم حلو قوي، ما تغيبوش عليه احسن حتى البسكوته سقطت ما طلعتش. فظيع. طبعا ب2 جنيه برضه حلو قوي، يعني ممكن مثلا تجيبوا واحد من المسك ده على واحد من ده، حلو قوي. تمام. طيب نجرب بقى بسكو مصر. بسكو مصر نفس شركه اللوكس تمام، بس عامله منتج تاني اسمه بسكاتس اهو. بكام؟ ب2 جنيه بسكاتس. طيب ندوق بسكاتس كده ونشوف ونقول. اهو هو مربعات او مستطيلات، انا اسفه. انا هو يعني انا ما بداتوش بقالي زمن، بس هنجرب وندوق. ما كانش مربعات كده، شوفوا ده تبقى طعمه ايه. اولا هو داب، بس مش داب الذوبان اللي هو ينزل قوي في الشاي، بس في يعني هو دايب بس في قرشه سكر. انا مش عارفه ايه موضوع قرشه السكر اللي في بسكو مصر. يعني اغلبيه منتجات البسكو مصر فيها طعم السكر، مش طعم يعني قرقشه سكر. يعني باكل بسكوت وفيه السكر مخرز جوه، في افتر تيست كده مش عارفه عطشي زي الخزازه. لا لا كطعم لا ما عجبنيش خالص. لا في طعم كده زي الخزازه كده، مش عارفه هو طعم غريب قوي. انا هاخد بق شاي. ولا حتى 2/10. طبعا التسع قطع ب2 جنيه، فالطعم مش لطيف خالص. طيب معانا طبعا نواعم يا جماعه، من الشركات الناعمه قوي قوي قوي. ليه حق ان هم يسموه النواعم، اللي هو طبعا تبع شركه الشمعدان. ده بكام؟ ده ب3 جنيه. وعايزه اقول لكم ان انا جايباه اصلا وخايفه فعلا اتكسر مني، ما انا جايباه سليم وبرده اتكسر مني يعني. هو من كتر النعميانه بتاعته يا ربي مش هينفع يتصور خالص يعني. انتوا فاهمين يعني، هي الدوائر بتاعته طالعه كده، فهو اصلا مش هينفع يتحط في الشاي. يعني هي معروف اصلا النواعم بيدوب. ها طلع 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 كل على طول. الطعم كويس، بس برضو في طعم خزازه برضو. مش عيب المكان اللي انا جايبه منه، لا انا جايبه من هايبر كبير والتاريخ الصلاحيه شغال وكل حاجه تمام، بس كخامه متصنع منها البسكوت لا مش لطيفه. يعني لو البسكتس ولا النواعم، لا بصراحه 2/10. لان انا كنت بحب النواعم ده جدا، كنت بحب فرفطه كده مع اللبن. مع اللبن مش مع الشاي، مع اللبن بس بيبقى طعمه حلو. تمام. ودي كانت يا جماعه الجزء الاول من بسكوت الساده في مصر. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنت، واستنوني في الجزء التاني هنكمل بقيه الاجزاء. تمام. هينزل بعد الفيديو ده على طول. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والكومنت. وكان معاكم آية محمود من قناه ضوء ودوقني. باي.